السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا شاب عندي 20 سنة في تانية كلية وساكن في مدينة صغيرة. بدأت أفتح انستجرام وتيك توك من وأنا في تانية إعدادي. كانت حاجات بسيطة كده بتفرج عليها وخلاص، لكن مع الوقت بقي كل يوم لازم أفتح أشوف مين شاف الستوري، مين عمل لايك، مين بعتلي فولو ومين انفولو. الموضوع خرج عن السيطرة، بقيت مش قادر اقعد 5 دقايق من غير تليفون. الموضوع خرج عن السيطرة، بقيت مش قادر اقعد 5 دقايق من غير التليفون. وانا بفطر ماسك الموبايل، وانا في المحاضرة الموبايل تحت الترابيزة، وانا في الحمام ماسك التليفون. بدأت احس ان يومي كله بيعدي وانا مش موجود اصلا. جسمي بس اللي في الدنيا، لكن عقلي وتفكيري جوه الشاشة. المصيبة اني بقيت اقيس قيمتي بعدد اللايكات والمتابعين. مرة واحدة قالت لي بتنزل صورة حلوة بس اللايكات قليلة. الكلمة دي كسرتني. قعدت يومين ما بنامش، كل شوية انزل بوست، اغير طريقة الكتابة، اجرب ترندات، بس عمري الحقيقي كان بيضيع. مذاكرتي اتدمرت، تركيزي انتهى، وحتى الصلاة بقيت انساها. بقالي 6 شهور ما حفظتش آية ولا قرأت صفحة في كتاب ربنا. والكارثة الأكبر، كل ما أحاول أسيب التليفون بحس إني مرعوب، قلق، توتر، رغبة أرجع بسرعة. حرفيا أنا مدمن. مش مدمن سجاير ولا مخدرات، أنا مدمن موبايل، مدمن سوشيال ميديا، وبضيع وسط اللايكات والقلوب والفراغ. انا بقيت حاسس ان حياتي مش بتتقاس بالانجاز، بتتقاس بعدد الناس اللي بتتفاعل معايا. السؤال ازاي ابطل ادمان السوشيال ميديا؟ طبعا دي من المشاكل الكتيرة في عالمنا، الألا وهو ادمان السوشيال ميديا. طبعا يعني انت بتقولي في الاخر ازاي ابطل ادمان السوشيال ميديا. اولا انا هقول لك المشغول لا يشغل. قرب من ربنا، صلي، اقرأ قرآن. تاني حاجة، شوف مثلا رياضة معينة انت بتحبها، حاجة معينة انت بتحبها، مثلا روح الجيم. حاول يعني تبعد نفسك على قدر الامكان شوية بشوية عن التليفون، وان شاء الله هتقدر. ان شاء الله هتقدر. حاول يعني تتابع يعني حاجات تعليمية، اقرأ كتب، مارس رياضة انت بتحبها، وحط وقت معين للمذاكرة. ادي يعني انت اعمل جدول لنفسك وظبط وقتك. روح مثلا صلي في الجامع، اقرأ قرآن في اوقات معينة، اطلع اتمشى. حاول يعني تقلل الوقت اللي بتمسك فيه التليفون. حاول تقلل الوقت اللي انت بتمسك فيه التليفون، وان شاء الله هتقدر. اولا خلي في ذهنك وفي عقلك ان انت هتقدر، وهتقدر تبطل تمسك التليفون كتير وتدمن السوشيال ميديا. انت هتقدر. فانت يعني فكرة ان انت تسيب نفسك لحاجة او تسيب نفسك للتليفون او السوشيال ميديا، دي حاجة غلط. لا، ما تسيبش نفسك للتليفون وما تسيبش نفسك للسوشيال ميديا. حاول تبعد عن التليفون شوية، وحاول تركز في حياتك، وحاول يعني تقرب من ربنا وصلي واقرأ قرآن، وحاول تشغل نفسك برياضة، ب يعني حاجة هواية انت بتحبها. هواية طبعا غير التليفون. هواية تكون غير التليفون، عشان انت تقول لي طب هواية انا بحب التليفون وبحب السوشيال ميديا. فاهمني؟ فبس فانت ابعد شوية بشوية ان شاء الله، وخلي جوه تفكيرك ان انت عندك نية، وان شاء الله هتقدر تبعد، وان شاء الله هتقدر تتخطى المرحلة اللي انت فيها. ولكل اخواتي اللي وصلوا لحد الدقيقة دي، يا جماعة انا محتاج دعمكم.
لو انت مش مشترك في القناة انزل اشترك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وشيروا يا جماعة عشان تفيدوا غيركم. وانا هسيب لكم في البايو وفي الوصف روابط صفحات السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك والإنستجرام والتيك توك والسناب شات. وإلى اللقاء.